الحالة. نشوف الحالة. طيب أنا آدي اللعبة وآدي الحالة وآدي اللاعبين بيطالبوا بلمسة اليد، والحكم رفع ايده تقريبا بيوقف اللعب لأن الكرة ما خرجتش من الملعب. يعني أوضح زاوية للكرة. آدي اللعبة اهي بقى، بص ما لمستش، أوضح كرة ما لمستش أي جزء من جسمه بقى، مش هقول رأسه كمان، من جسمه كله. أول جزء لمسته هو اليد. اليد في وضع غير طبيعي، ركلة جزاء، واعتقد ان نواف ما شاء الله قام بالواجب في الشرح الحاله واستوفاها واداها حقها. ودي اوضح صوره اهي. يعني هل الحكم الفار لو شاف الصوره ديت ما كانش هيستدعي الحكم ويقول له انه في ركله جزاء صحيحه، او على الاقل يقول له ان الكوره مش من راس اللاعب لايده وتعالى شوف تقديرك؟ يمكن هو يكون له تقدير تاني، لكن على الاقل تقدير. حاله زي دي من العيب في بطوله زي دي انها ما تتراجعش على شاشه من العيب. ها طبعا دي لازم تتراجع، لازم اون فيلد ريفيو اكيد مليون% مهما كان القرار. طبعا لا، هذه الحاله يعني لا يمكن تحليلها بان حركه طبيعيه من حركه اللاعب، انه هو راح يبي يلعب الكره بالراس ولم يعني يتحقق ذلك وذهبت الكره باليد، نعتبره خطا. هذا يعتبر قله مهاره من اللاعب، ان اللاعب لم يستطيع لعب الكره بالراس ومن ثم ذهبت الى اليد. انا اعاقب ان الكره ذهبت مباشره باليد، اشوف هل اللاعب في هذه الحاله يده خارج الجسم؟ نعم. غير طبيعيه؟ نعم. ذهبت مباشره من المنافس الى يد المدافع او المنافس الاخر؟ نعم. جميع الشروط متحققه. انا عايز اضيف حاجه. لماذا الاستعجال؟ يعني كحكم فيديو البروتوكول اعطاك كامل الحق بنواف بانك انت تتحقق في اللعبه، تاخذ وقتك كامل. في اول ما بدا تقنيه الفيديو كانوا يحاسبونا على سرع في اللعب، لا تتاخر وايد على اساس تعطي قرار. شافوا ذي الشيء يضغط الحكام، يضغط حكام الفيديو. اصدرت التعليمات اخذ في وقت التقنيه ان شاء الله دقيقه دقيقتين حتى 3 دقائق، ولكن اخرج بالقرار الصحيح واخرج بالمعلومه الصحيحه لحكم المباراه. انا عايز اضيف حاجه. استعجل كثير حكم الفيديو، حكم الساحه استعجل كثير. وانت تشوف من توقف اللعب الى انهاء المباراه تقريبا 30 ثانيه. استعجال كبير في هذه اللعبة، ووقت حاسم في الدقيقه 95 يجب التريث والتدقيق بصوره كبيره لاعطاء كل ذي حق حقه. وهذه هو تقنيه الفيديو لمبدا العداله في المباريات، وكان يجب ان تتحقق في هذه المباراه. انا بس عايز اضيف حاجه على لمسه اليد. لمسه اليد احنا بتحتسب امتى؟ بتحتسب بعد كل الشروحات دي كلها في حالتين 2 فقط. ايه هما؟ نرجع ان تحرك اليد للكرة او اصطدام الكرة باليد اللي موجودة في وضع غير مبرر. طيب انا هوريك حاجة، هات لي بس الفيديو، هوريك حاجة تؤكد على انها لمسة اليد واضحة وصحيحة. هنشوف الحالة بعد اذنك، هاتها لي تاني معلش، وهات لي الإعادة. وعايزك في الصورة دي وريني، امشي كمان، هات لي بقى الحاله اللي بعديها، خليها ماشيه نشوف الزاويه الثانيه. ايوه بس هنا اول ما الراجل يحطه بس وقف هنا بقى، وقف هنا دلوقتي. دي لحظه انطلاق الكوره، لحظه انطلاق الكوره. تمام. امشي واحده واحده بقى وشوف الايد اتحركت في سكه الكوره كمان. امشي يلا، الايد هتتحرك ولا ما اتحركتش؟ اهي غيرت مكانها عشان تروح للكوره ولا لا؟ يبقى كمان اليد تحركت عشان توقف الكرة، يعني كمان مش اصطدام، ده كمان الايد اتحركت، كانت في وضع، ارجع تاني هنا في لحظة دي لحظة خروج الكرة، مصدر الكرة واضح بالنسبة للاعب، اليد خارج الجسم، شايفه اليد خارج الجسم غير طبيعية، واليد هي موجودة غير طبيعية، ولكنها كمان تحركت عشان تروح في المكان اللي الكرة رايحة فيه.